ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جايين نحكي كل تفاصيل عن شغلانة السلك سكرين الطباعة اليدوي، الشبرونات، وايه القصة من اولها، وايه المواد المستخدمة او الاكسسوارات اللي انت محتاج تشتغل بيها. اول حاجة عشان اسس فكرة بختار، يعني انا دلوقتي في عميل جاب لي فيلم، جاب لي شغلانة عايز يطبعها. ايه الفرق بين الفيلم ايه الفرق بين الفيلم والكالكة؟ بص الفرق في اللون ده بيساعدنا كتير قوي في التصوير. دي الفرق الاولاني. تاني حاجة، ازاي اختار الحريرة اللي انا هشتغل عليها، الحريرة اللي انا هطبع بيها. انا محتاج اطبع ايه؟ لازم افهم ايه التفاصيل، يعني ايه حريرة، وايه المسامات بتاعتها. كل حريرة منهم ليها طول وليها عرض. في ال120 طول و120 عرض، فدي ضيقة جدا. ضيقة جدا دي يعني بشتغل بيها على الاكياس، بشتغل بيها على الازاز، على المجات، على كل حاجة مش محتاجة تاخد حبر زيادة. الحاجة التانية بقى لما الخامة نفسها بتحتاج مني تفاصيل زيادة او لعبة زيادة، تكون محببة او يكون فيها تفاصيل زيادة، فمش هتشرب معايا حبر او هتشرب معايا حبر. هو ده اللي بختار على اساسه الشبرونة اللي انا هشتغل بيها او نوع الحريرة. والمادة المستخدمة ايه. لو انا بشتغل بالحرير ال120، فانا ادام ما بشتغل على اكياس، ادام ما بشتغل على ازاز، ادام ما بشتغل على حاجات مصمطة او PDF، ايا كان اللي انا هشتغل عليه. فلما اجيب سيرة الحريرة ال22، يبقى على طول بختار الحساس ال22. الحريرة ال120 او الحرير الضيق كله بيحتاج مواد باكين، بتحتاج مخفف، بتحتاج تنر تنضف بيه، بتحتاج حاجات مصمطة، كلها مواد مشتقات بترول. فبختار الحساس ال22. لما باجي اتجه بقى ناحية المسامات الواسعة والحريرة الواسعة، بختار حساس 25. حساس 25 في منه كذا لون. ده انا بقى اشتغلت بيها قبل كده على القماش. بختار الحريرة 43 عشان حريرة واسعة. ركز كده، فرق بين ال120 طول و120 عرض، المسامات نفسها ضاقت. لكن لما اقول لك 43 مسامات طول ومسامات عرض، 43 طول و43 عرض، معناها ان المسامات نفسها واسعة. فبختار الحريرة حسب الشغل اللي انا هشتغل عليه. نقطة مهمة، هختار الحريرة، نوع الحريرة او المسام الحرير حسب الشغل اللي هشتغل عليه. يعني لو قماش، عندك من اول ال120 الضيق لغاية 43. في عندك بعد كده حريرة 100، حريرة 90، حريرة 77، حريرة مش عارف ايه، لغاية ما توصل لغاية ال43. واوسع مسامات للقماش هي ال43، اضيق مسامات للحاجات المصمطة زي الاكياس، زي الورق، زي المجات، الازاز، القصة دي كلها حريرة 120. وهنبتدي مع بعض ثواني. ورجعنا تاني مع بعض. خلاص احنا فهمنا الفرق بين انواع الحرير، وهو ده اللي هيميزك في ان انت تفهم، مش محتاج حد يقولك او تروح تسأل. الحبر الحساس بيعتمد على حساس نوعين، نوع مائي ونوع مشتقات بترول اللي هو الباكين. النوع المشتقات البترول بيختار الحريرة الضيقة، والنوع التاني المشتقات بتاعة المية بتختار ال25. المشتقات البترول كلها 22 حساس، والمشتقات بتاعة المية حساس 25 اسمه حساس مائي. التاني حساس مشتقات بترول حساس 22. البلاستيكات، المجات، الاقلام، كل المواد اللي هتستخدم عليها مواد بترولية او مواد باكين مثل المخفف والتنر والحاجات المشتقات بتاعتها، حساس 22 وحريرة ضيقة.
القماش، الحاجات اللي مسامها واسعه حساس 25، وبتختار من المقاسات اللي موجوده حسب الشغل اللي انت بتختاره. دلوقتي انا ليه بشتري؟ بروح اقطع الخشب، بشتري اللوح الموسكي واقصه، اخليه شق، الراجل يشق لي الموسكي كذا حته، وبجيب الخشب بالطريقه دي. تمام. انا ليه بعمل كده؟ انا ممكن اروح اشتري الشبرونه جاهزه ومشدوده واريح دماغي. دلوقتي انا قدامي اوردر معين بمقاس معين، لو انا رحت اشتريت الشبرونه جاهزه انا كده بقدر نفسي ومش عارف المقاس اللي انا محتاجه قد ايه، فبختار ان انا اجيب الديزاين بتاعي واعمل الخشب اقصه على قد السكويجة اللي معايا وعلى قد المقاس اللي انا محتاجه. انا طبعا عندي شغلانه، انا هروح اشتغل على خامه زي دي، الخامه بتاعت الشنط، او هعمل كفر بدله، او هعمل الشنط اللي هي القماش. فالخامه بتاعت القماش فيها مسامات واسعه، فمحتاجه ان انا اغذي حبر وما يبقاش حبر متغذي قوي، فبختار الحريره المناسبه للشغل اللي انا هشتغله. حلو. لو انا اخترت حريره ضيقه واشتغلت بباكين مش هتكسي معايا وهتطلع الشغل باهت. ولو اخترت حريره 43 مقاس واسع قوي وجيت سحبت حبر ميه هتكسي بزياده وهتغرق الحته، فبختار حريره مناسبه. انا دلوقتي للشغلانه دي اخترت حريره 77، حريره 77 ما تبقاش واسعه قوي ولا ضيقه قوي، وهستخدم حساس 25 عشان هستخدم احبار ميه. تاني، انا اخترت المقاس او العميل طلب مني ان انا اعمل له كفر بدله، فالخامه نفسها انا مسكت الخامه، فلو هي مصمطه او ضيقه هشتغل بال 22، فانا لازم اشتغل بحرير واسع ومش واسع قوي عشان اعرف اكسي شغلانه وتطلع مظبوطه. فبختار حساس 25 وبختار حريره 77 مسام واسعه شويه ومش واسعه قوي ومناسبه للشغل، وهشتغل باحبار ميه، وممكن اشتغل باحبار باكين. بس في الحاله دي هختار الحريره 77 وهختار الحساس 22 عشان هستخدم احبار باكين. لكن لو هستخدم ميه يبقى هستخدم حرير 25. هو ده الفرق وانت لازم تفهم كده. تمام كده تمام. انا دلوقتي رحت قصيت الخشب بناء عن ايه؟ بناء عن المقاس اللي انا محتاجه. فانا دلوقتي معايا التصميم وادي الخشب اهو، فانا رحت قصيت على قد التصميم الخشب، انا بقصه هنا وبشتغل عندي انا. وكل الحاجات اللي محتاجها، محتاج زاويه زي دي عشان اجمع بيها. دي دورها ايه؟ دي بتجمع لك الزاويه نفسها على قد الشغل بتاعك، بتحطها هنا وبتحطها هنا وبتجمع الزاويه بتاعتك بالشكل ده، بتطلع الشبرونه معاك مظبوطه وبتطلع معاك كويسه. بستخدم كمان غيره، وبستخدم شاكوش، وبستخدم مسامير وزوايا، مسامير شك حسب الرغبه اللي انت عايزها. ما ينفعش اعملها بمسامير بورما عشان الموسكي ممكن يشقق مني، فالدق هنا احسن. دي كده الخامات اللي محتاجها. المسطره بقص بيها عشان اطلع الزاويه مظبوطه بناء على المقاسات اللي انا بختارها، بناء على الفلمايه اللي انا محتاجها. اهو ادي مقاس الفيلمه. انا لو حطيت الفيلمايه كده بشوف السحبه بتاعتي هتبقى مرتاحه، مش هتقدر. بختار مع الديزاين بتاعي مقاس سكويجة مناسب. ما ينفعش اروح اسحب بسكويجة صغيره اسحب سحبتين، لا ده غلط. خليني عندي كل الاكسسوارات اللي انا محتاجها. انا عندي 30، ده بتروح تشتريه بالسنتي، ودي اداه مهمه جدا لفكره الشغلانه اصلا بتاعت السيرك سكرين. تاني، دي اداه مهمه جدا لشغل السيرك سكرين، فما ينفعش اروح ابخل. انا بروح اشتريها مره واحده وبتعيش معايا. انا بحافظ على السكويجه نفسها.
طول ما انا محافظ عليها، طول ما هي موجوده عندي، انا دي بقالها معايا عمر. انا عندي كل المقاسات، ادي من اول 30 اهو، 25 20 15 10، وفي عندي الخمسة كمان. بصوا انا عندي كام مقاس، وعندي كمان الاكبر منهم. هي مش فكرة عندي وعندك، هي مش فكرة كده، بس انا دلوقتي بختار السكويجة المناسبة حسب الشغل بتاعي واتجاه السحبة بيفرق معاك كمان في شغلك. يعني لو سحبتها بالطول غير اما اسحبها بالعرض، بتفرق معاك في التغذية، بتفرق معاك في مسكة ايدك، بتريحك في كل حاجة. فبناء على المقاس انا بختار السكويجة المناسبة ليها، وبعدين بكمل التصميم. وقلت لك ايه الفرق بين الفيلمة والكلكاية. الفيلمة بتبقى واضحة جدا، واضحة جدا، بتسهل معاك عملية التفتيح. الفيلماية الكلكاية الاسود بتاعها ضعيف، فمحتاج تسيبها على الفانوس وقت اكبر، فبناء عليها الافلام احسن بكتير. لو ما عندكش القدرة او الشغلانة صغيرة والتفاصيل بتاعتها مش محتاجة، فانت بتختار الكلكاية. لكن في المقاسات الكبيرة اللي هي الاي 3 او المقاس الاكبر، بتختار او بتروح تصمم الشغل بتاعك فيلم. الفيلم بيبقى افضل بكتير في جودة التصوير نفسها وفي عمر الشبرونة. انا دلوقتي هجهز معاكم الشبرونات، هنشدها مع بعض وهنشوف خطوة بخطوة احنا بنشتغل ازاي. انتظروني. ورجعنا تاني بعد ما خلصنا الشبرونات. شدينا الشبرونات على قد المقاس اللي احنا محتاجينه. الأداة دي مهمة جدا ان هي تظبط معاكي او تظبط معاك الزوايا بتاعت الشغل، مهمة جدا. انا دلوقتي شديت الشبرونة، مهم فكرة ان انا يكون البرواز عندي مظبوط عشان اقدر اشتغل عليه واعرف اشد عليه. مشكلة تانية ممكن تقابلك ان انت وانت بتشد شايف النتوءات اللي موجودة في الخشب دي. طبعا انت هتختار وانت بتشد المكان يكون نظيف عشان تعرف تشد عليه، وهكذا. اي نتوءات خليها فوق، ما تخليهاش تحت وانت بتشد. نبتدي في الشبرونة الصغيرة ولا نعمل الكبيرة؟ مش هتفرق، هي الاتنين واحد. طبعا احنا اخترنا كل اللي انت محتاجه. الدباسة مهمة جدا في المرحلة اللي احنا هنشتغل عليها دي. ادي الحرير ال77. انت طبعا لما بتيجي تروح بتاع الاكسسوارات، الشغل نفسه هو بتقوله انا عايز حريرة كذا، او بتديله الخامة اللي انت بتشتغل عليها وهو يقول لك الحريرة اللي انت هتشتغل عليها ايه. ده في اضعف الايمان لو تهت هتلاقيها مكتوب عليها 77 اهي، 77 55 ملي كذا، التفاصيل بتاعتها ومقاس الحريرة نفسها. تمام. انا اخلي عندي الكتابة عشان خاطر لما عاوز اشد تاني ما توهش بين الحرير، وانت طبعا هتعرف المسامات بتاعتها منها. انا مثلا خلينا في التانية عشان احاول استغل العرض كله بتاع الشبرونة نفسها. اول حاجة بعملها معايا بخاخ مية، وبرش مية كده على قد ما اقدر قبل الحريرة نفسها عشان ايه اخد المطاطية بتاعتها العالية. بكل بساطة الموضوع بسيط جدا، محتاج بس ايه، الشغلانة دي محتاجة اللي يحبها، محتاجة اللي يحبها، مش محتاجة اللي يشتغل معاها شغلانة وخلاص. هاجي على زاوية من الزوايا اهو، معلش بقى للصوت. تمام، على قد ما قدرت اهو بشد العظمة بتاعتي بالطول على قد ما اقدر. احنا كده مش بنشد، احنا كده ايه، بنظبط المقاسات نفسها.
اهو ما عملتش اي حاجه لسه، شديت بس الجزء ده، وادي الجزء التاني هشده بنفس الطريقه اهو على قد ما اقدر، مش محتاج حد معايا، مش محتاج اخد الموضوع بعصبيه، طول ما اكون انا سلس وبحب الحاجه اللي بعملها. طبعا احنا هنا كل شيخ وليه طريقه، كل الشغلانات اللي هتتخيلها في حياتك واللي مش هتتخيلها كل واحد فينا بيعملها بطريقته اللي بيحبها واللي تبقى سهله معاه. في حد بيجيب شداد وفي حد بيجيب مش عارف ايه والقصه دي كلها. انا هنا كل اللي انا عملته ان انا عملت ايه، زاويه، خدت الزاويه هنا وباخد كيرف شده خفيفه، بضرب المسمار بكيرف. تمام تمام. وهنا نفس القصه، انا بشد بالطول او الشبرونه تبقى بالطول، يبقى انا هاخدها بكيرف اهو. انا كل ده ما عملتش اي حاجه. على مهلك بقى وانت شغال. تمام، احنا كده خدنا طول وخدنا عرض، كل اللي احنا عايزينه طول وعرض. تمام تمام. دلوقتي عشان اظبط المنخل بتاعي زي ما عملت طول وعرض، انا خدت الشداد من هنا لهنا، وبعدين خدت الشداد من هنا لهنا اهو، عملت زاويه، ابتديت هنا شديت دي على قد ما قدرت وشديت دي على قد ما قدرت ودبستهم. كل ده تمام قوي. هاخد الزاويه بتاعتي بقى اللي هنا، اروح شددها على قد ما اقدر، على قد ما اقدر هاخدها كده وكده اهو. تمام تمام. انا شديت بس كده ايه، شده خفيفه. بعد كده هاخد الشداد بتاعي من الناحيه دي واشده بقى على قد ما اقدر. انا كده هبتدي اظبط الشداد بتاعي اللي هو الجزء الاكبر في الشبرونه. كل ما اشد هاخد المطاطيه بتاعتي، وزي ما قلنا بكيرف، كل حته هضرب فيها دبوس هاخد الكيرف بتاعها، هشد على قد ما اقدر. الموضوع مش محتاج كيمياء، هو محتاج ان انت تبقى فاهم. مش احنا عارفين دلوقتي واحنا شرحنا مع بعض ان هو في مسام طول ومسام عرض؟ حلو قوي. انا لما عملت زاويه انا قسمت المنخل بتاعي او الشبكات اللي موجوده، قسمتها، خدتها طول وخدتها عرض. ولما اجي بشد حته طول وحته عرض، حته طول وحته عرض. لما اجي دلوقتي خدت الطول بشد برضو الطول، وفي الاخر خالص هشد العرض، هاخد المنخل بتاعي او الشداد بتاعي زي ما قال الكتاب. وهنشوف مع بعض اهو بكل بساطه من غير رغي، انا مش عايز اطول عليكم. هاخد كل ما بتحرك حركه بضرب الدبوس بتاعي على قد الشده بتاعتي. الموضوع مش محتاج عافيه، هو محتاج فهم. صدقني لو فهمت هيبقى الموضوع معاك اسهل بكتير من غير تعب. اهو احنا شغالين مع بعض واحده واحده. هوريكم دلوقتي انا شديت الشبرون، وهتسمع المنخل من غير مجهود ومن غير عصبيه ومن غير ما اهدر في الخامه نفسها اللي انا شغال عليها. يعني خد بالك ان متر الحرير غالي، بس انا دلوقتي
على قد ما اقدر بحاول اخد المنخل بتاعي في كل سنتي في كل حتة. الله اكبر. بص انا هسمعك الشد اهو من غير ما اعمل اي حاجة، انا لسه ما عملتش اهو. بص شايف كل ده لسه ما شدتش. انا خدت الطول بتاعي ظبطته وظبطت المنخل بتاعي زي الفل. فاضل لي بقى ايه؟ الحته اللي هي العرض بتاع الحرير، مع ان كلها مشدوده بس هي دي اللي هتظبط معايا بقى ايه الشده بالظبط على زي ما قال الكتاب. هاخدها بقى الناحيه التانيه، هقلب الشبرونه. انا كل ده مش عايز اهدر خام. هقلب الشبرونه الناحيه التانيه بالطريقه دي عشان ايه اعرف اتملك من الاطراف. وهاخد الاطراف حرف حرف وبالراحه ومن غير ما ايه. انا لما جيت شديت زي ما قلت لك انا خدت من هنا لهنا وبعدين من هنا لهنا ودبست الدبابيس بتاعتي زي الفل. ولما جيت خدت الطول شديت الطول بتاعي، خدت الطول، فاضل لي العرض. مكان ما هنتهي مكان ما هبتدي، ما ينفعش اشد من هنا. هي بس انا الاحسن زي ما بمشيك كده، زي ما بتمشي معايا امشي معايا للاخر. مكان ما ابتدي ما نهيت هبتدي اشد الايه الزوايا بتاعتي كلها برضو بكيرف عشان الدبوس ما يخرمش الحريره وما اضربش دبوس زياده. يعني انا اخد كل شده بتاعتي اضرب عليها دبوس، ما ينفعش اشد واخد كل الدبابيس مره واحده. على قد ما اقدر اهو كيرف. مفيش حته ما اسحبهاش لغايه ما ايدك تجلد. المهم تطلع الشغلانه حلوه. طبعا بقى ايه المرحله دي مهمه جدا، اللقطه الاخيره دي مهمه. انا طبعا عشان اجي اصفي الحرير بتاعي تمام، انا خلصت شديت. هسمعك الشده وهسمعك كل حاجه دلوقتي. هرجع كل حاجه زي ما هي. شايف الله الله عليك يا بلدنا الله. انا بموت الاطراف دي عشان هوريكم دلوقتي مرحلة مهمة جدا لازم نعملها بعد ما بنخلص. احنا كده شدينا الشبرونة، شدينا الشدات وعملنا حفلة نار. استنوا بقى ثواني. ورجعنا تاني مع بعض بعد ما شدينا الشبرونة. شايف؟ بص الفرق اهو. ما شاء الله ما شاء الله. بص بقى مهمة جدا بعد ما تشد انت الشبرونة بنفسك. احنا دلوقتي قلنا مسامات، يعني قلنا ان ده مسام. يعني انت لو عملت كده تلاقي فيه شعرة اهي، طبعا مش هتشوفوها بس هي موجودة.
حلو. هتجيب الولاعه بتاعت حضرتك وبالطريقه كده وتلسع تمشي بالولاعه كده على طرف الحريره نفسها. انت دلوقتي بتموت كل المسامات اللي ممكن تقع او يعني بتقفل، زي شريط الستان كده لما بنيجي نقفله عشان ما ينسلش، ودي مهمة جدا. اهو تاخد الاطراف بتاعتك كلها، تحرق كل الاطراف حتى الزيادات اهو. احنا كده خلصنا الشبرونة. بعد ما بتاخدها حلو شوية رابسو او صابون وتحطها تحت الحنفية وتنضفها كويس، بحيث لو فيها زفارة ولا اي حاجة تطلع، والمكان الشد، الاوساخ بتاعت مكان الشد والحاجات دي كلها تتنضف. طبيعي ايدينا اتوسخت، طبيعي لازم ننضف الشغل ونسيبه ينشف عشان يقبل الشغل اللي بعد كده. رجاء لو انت استفدت مني في المرحله اللي انا بوريها لك دي وكل المعلومات اللي انا بتعب عشان اوصلها لك، يا ريت تشترك معايا في القناه وتسالني انت حابب تتعلم ايه، او ايه المشاكل اللي بتقف معاك في فكره الطباعه، وايه الخامات اللي ممكن تستخدمها. اي سؤال انت محتاجه انا عناية ليك. كل المعلومات اللي عندي اديها لك ببلاش، عشان خاطر احنا يعني مش شطاره مننا، هي يعني نعمه من عند ربنا. فمن مجانا اخذنا مجانا نعطي. ما تبخلش على اي حد بمعلومه، وانت كمان زي ما انا ما ببخلش عليك بمعلومه ما تبخلش عليا في الاشتراك وفي التعليقات وفي الكومنتات، عشان خاطر اقدر اوصل المعلومات دي لاكبر عدد ممكن يقدر يستفاد بيه. وشكرا وطولت عليكم. جود.